تتلعب على طول لعيد عبد الملك اللي اتنقل هناك ناحيه اليمين ويشوط عيد حلو قوي، وادي فرصه ثانيه وهدف. هدف على طول صلح اوضاعه جعفر بعد ثانيه من خطا قاتل. عيد عبد الملك يقول لهم وسع يا جدع، اوعوا بقى انا اللي بحشوت زي ما كنت بعمل في الحدود، وشاط على طول احمد عيد عبد الملك، ترد الكره من مؤمن الى جعفر عشان يكملها ويتقدم الزمالك بهدف لاحمد جعفر بعد 14 دقيقه. احمد جعفر بعد 14 دقيقه من الشوط الاول يتقدم الزمالك. بص حضراتكم، بصوا عيد ويشوط عيد وترد من مؤمن ويتابعها على طول جعفر ويحط هدف. كان قبليها كان ممكن جدا يحط هدف تاني. ادي ميزه عيد عبد الملك، راجل الازمات، يشوط. امال بقى لما يرجع شيكابالا هيبقى شيكابالا وعيد عبد الملك ومحمد ابراهيم، ده يبقى فرقه جامده قوي، بس على شرط ما يبقى ما حدش بقى ايه، مش عايز اتكلم، لازم يلعبوا بانكار زياده. واحد الزمالك لا شيء جازل، وبدايه الغيث هدف وربع ساعه من زمن الشوط الاول. وواضح جدا ان الزملكاويه النهارده هيباتوا سعداء. يلعبها صعب قوي، تخبط في الدفاع وترد وتعلى مره ثانيه، يوقفها محمد ابراهيم. يا سلام، جون! يا سلام، انا بقول لحضراتكم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بقول لحضراتكم يا سلام. محمد ابراهيم راح قصدها. شوفوا الهات والخد الجميل لمحمد ابراهيم مع عيد عبد الملك. محمد ابراهيم هدف جميل جدا جدا جدا. محمد ابراهيم من الاهداف الجميله اللي فيها معنى، يعني انا قصدها، يعني اهو، يعني في دقيقه 27 من زمن الشوط الاول يتقدم الزمالك بهدف. بص حضراتكم اهو، وقفها واداها له، قال له هاتها لي. بص بقى الانطلاق، يا سلام. بقول لكم لعيب عالي قوي، لعيب عالي قوي قوي. مين يتبناه خارج الملعب، مين يتبناه في النادي، مين يبقى ده موهبه كرويه كبيره جدا في منتخب مصر، ممكن يحترف، ممكن كل حاجه اللعيب ده. هو ادي بص حضراتكم جعفر وهات وخد مع محمد ابراهيم، والهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقه 27 من زمن الشوط الاول. نجحت الانطلاقات والهات وخد واختراقات في العمق وعلى الاجناب، والزمالك 2 وجازيلي لا شيء. لسه في الجراب يحاوي، اعتقد ان لازم يفكروا في محمد ابراهيم. بص لما بيستلم في مساحه واسعه، يا راجل يا راجل يا راجل، ايوه كده، ايوه كده جعفر، ايوه كده جعفر. شفتوا محمد ابراهيم لما يستلم في مساحه فاضيه؟ لما الهدف ده يتعاد خدوا بالكم محمد ابراهيم فين. انما كان قبل كده مسلمينه في العمق، يعني في ما اعرفش ليه. تمريره حلوه من محمد ابراهيم لجعفر لاحمد. بصوا ادي محمد ابراهيم سلك كوره على طول لعمر جابر، اتردت من مؤمن وبيتابعها القناص احمد جعفر. يبقى احمد جعفر في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع يحط هدف الثالث لنادي الزمالك. يعني برضو لازلت بقول بص، يعني محمد ابراهيم عطى التمريره الحلوه لعمر جابر اللي انطلق وحطها وصدها مؤمن، ولا يقدر يعمل حاجه مؤمن ولا اي حاجه. ادي